لو وقعت جوه الثقب الأسود هتختفي ولا هتعيش للأبد بس الزمن حواليك هو اللي ينهار؟ ازيكم يا أصحابي، أهلا بيكم في عالم ريماس. ملك صديقة القناة طلبت فيديو عن الثقب الأسود. تعد يا ملوكة. في ناس فاكرة إن الثقب الأسود مجرد حفرة ضخمة في الفضاء، لكن الحقيقة أغرب بكتير. الثقب الأسود مش ثقب أصلا، ده مكان الجاذبية فيه قوية لدرجة إن حتى الضوء مستحيل يهرب منه. ركزوا معايا في المعلومة دي، أي نجم ضخم جدا لما يموت بينهار على نفسه بعنف مرعب، ولحظة الانهيار دي ممكن تخلق وحش كوني اسمه الثقب الأسود. بس استنوا، هنا هتبدأ الصدمة. العلماء اكتشفوا إن حوالين الثقب الأسود في حاجة اسمها أفق الحدث، وده آخر مكان ممكن تهرب منه. بعد النقطة دي خلاص انتهيت. والأغرب لو واحد راقبك وأنت بتقرب من الثقب الأسود هيشوفك بتتحرك أبطأ وأبطأ لحد ما الزمن عندك شبه يقف. يعني فعليا الثقب الأسود يقدر يكسر الزمن نفسه. وفي معلومة ناس كتير ما تعرفوش، بعض العلماء بيعتقدوا إن الثقوب السوداء ممكن تكون بوابات لأماكن تانية في الكون أو حتى لأكوان موازية، وده بسبب حاجة اسمها الثقوب الدودية. فكرة مرعبة لكنها لسه تحت الدراسة. طيب عارفين أغرب حاجة؟ سنة 2022 العلماء سجلوا صوت حقيقي صادر من ثقب أسود، والصوت كان مرعب جدا كأنه جاي من فيلم رعب فضائي. وفي ثقب أسود اسمه ساجيتاريوس A أو القوس ألف موجود في مركز مجرتنا نفسها، يعني في وحش كوني ساكن وسط مجرة درب التبانة من زمان جدا. تخيلوا بقى معايا لو فجأة قرب من الأرض، إيه اللي ممكن يحصل؟ اكتب رأيك بسرعة في الكومنتات، ولو حابب تعرف أغرب أسرار الكون اللي العلماء خايفين يعلنوها اعمل فولو حلو عشان الفيديو اللي جاي هيكون أخطر. قبل الفيديو يخلص تنسوا كل شيء وتابعوا سلسلة قصة الحاجات اللي بنحبها من أول ما نتعمل لحد دلوقتي. صلوا على النبي.